السلام عليكم، معكم دكتور صيدلي محمد عبد المطلب، واهلا بيكم في قناتي اللي بنتكلم فيها عن معلومات طبيه بصوره مبسطه عشان نهتم بصحتنا بصوره صحيحه. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن ازاي نهتم بصحتنا، واللينك بتاعها هيظهر في الاي فوق، واللي كانت عشان خاطر نهتم بصحتنا بتتلخص في 3 نقط. اول حاجه شرب الميه والاكل الصحي، تاني حاجه وهي الحركه، تالت حاجه وهي النوم. والمره دي هنتكلم فيها عن الحركه. وقبل ما نتكلم عن الحركه، عايز محبي الكرتون يفتكروا معايا فيلم وولي اللي صدر سنه 2008، واللي بيتكلم على إن البشر بسبب التلوث اللي منتشر على الأرض فاضطروا إن هم يعملوا سفن فضاء ويطلعوا يعيشوا فيها، وكانوا وسابوا في الأرض روبوت صغير دوره إن هو ينظف الأرض إلى أن ينفع فيها العيشة مرة. أنا عايزكم تركزوا معايا على مشهدين. المشهد الأول هو عيشة البشر في سفن الفضاء اللي تقريبا ما كانوش بيقوموا بأي مجهود ولا بأي حركة، كل حاجة عايزين يعملوها كانت الروبوتس بتقوم بيها، أكل شرب لبس، كل حاجة الروبوتس هي اللي كانت بتقوم فيها. أنا عارف إن ده حلم ستات كتير دلوقتي، ما علينا. وبسبب قلة الحركة جسمهم زاد جدا، نسبة الكتلة العضلية بتاعتهم قلت والدهون عندهم بقت نسبتها عالية، وده طبعا بسبب قلة الحركة. والمشهد التاني اللي عايزكم تفتكروه معايا هو لما حصلت مشكلة ما بين الروبوتس وما بين البني آدمين، واضطر البني آدمين إن هم يقوموا ويتحركوا على رجليهم، واللي كانت مشهد مضحك جدا كأنهم أطفال بيحاولوا يتعلموا الحركة مع إنهم كبار، وده طبعا بسبب إن هم ما بيستخدموش عضلاتهم ولا حتى فكروا إن هم يتحركوا في مرة من المرات، وده عشان كده خلى جسمهم ضعيف جدا. وهنا يجي السؤال المهم، وانا عشان احافظ على صحتي المفروض اقوم اتحرك ولا اريح جسمي؟ وقبل ما نجاوب على السؤال خلينا نغوص في تفاصيل الجسم ونعرف ايه هي الاجزاء المسؤوله عن الحركه. هما جزئين مهمين، اول حاجه وهو الهيكل العظمي، تاني حاجه وهي العضلات. الهيكل العظمي اللي هو مسؤول عن ان هو يدي الجسم طول والعرض، وفي نفس الوقت بيحمي الاعضاء الداخليه من اي مخاطر لا قدر الله. والعظم بيتميز بصفتين عكس بعض، اول حاجه ان هو قوي، وتاني حاجه وان هو خفيف ومرن. تخيل انت لو احنا بنتكلم على ان احنا بنبني بيت فلازم نبني العمدان ولازم تكون قويه، فانت لو كان العظم بتاعك تقيل في نفس الوقت مش هتعرف تتحرك. مش بس كده، كمان العظم كمان مش كله حته واحده، ده عباره عن اجزاء متصله ببعض، وما بين كل عظمتين بيكون في غضاريف عشان تقلل الاحتكاك ما بين العظم. والغضاريف ديت بتبقى سبحان الله ناعمه جدا وقويه جدا. ومش بس كده، كمان ربنا سبحانه وتعالى جعل ما بين كمان الغضاريف في سائل، السائل ده وظيفته انه يبعد العظم عن بعضه شويه وفي نفس الوقت يقلل الاحتكاك. سبحان الله في خلقه. مش بس كده، كمان العظم له دور مهم جدا في انه يكون كرات الدم الحمراء، وكمان افراز هرمون الاستيوكالسين. هرمون الاستيوكالسين دوت ليه دور قوي جدا في تظبيط السكر في الدم، وفي نفس الوقت بيظبط هرمون التستوستيرون، وليه دور مهم جدا في انه يظبط الكتله العضليه وكمان حجم او قوه العظم. معلومه ليكم كده على الماشي، اللي بيزود هرمون الاستيوكالسين هو الحركه ولعب الرياضه. خلاص احنا كده اتكلمنا عن العظم، ومهما نتكلم فيه في تفاصيل تانية كتير، خلينا نخش على الجزء التاني. وقبل ما نخش على الجزء التاني ما تنسوش تنزلوا تعملوا سبسكرايب للقناه. عملت؟ تمام. يلا بينا نتكلم عن الجزء الثاني وهي العضلات. الجزء الثاني اللي مسؤول عن الحركة أو اللي بيساعد في عملية الحركة وهي العضلات اللي بتكسو العظم. والعضلات مهمة جدا للإنسان لأنها بتكون تقريبا 40% منه. أنت متخيل العدد قد إيه؟ وإن أقل حركة أنت بتعملها بتحتاج كمية من الطاقة والبروتين والفيتامينات والأملاح والمعادن، وإن لازم أكلك يكون أكل صحي عشان خاطر تمد جسمك بالحاجات ديت كلها. ومعلومة ليكم، للأسف جسم الإنسان ما بيقدرش يحافظ على العضلات لمدة طويلة لو أنت ما استخدمتهاش أو لو أنت ما مرنتش العضلات قبل. خليني اشرح لكم الموضوع اكتر. رواد الفضاء اللي بيطلعوا السفن فضاء واللي بيروحوا لرحلات للاسف اكتر ناس بتكون معرضه لفقدان العضلات، خاصه في الرحلات القصيره. عشان كده حتى لما بيرجعوا بيقعدوا فتره طويله لاعاده تاهيلهم واعاده ان هم يتحركوا كويس. وعشان يعالجوا المشكله ديت في السفن الفضاء في الرحلات الطويله بيحلوا الموضوع ده بانه يكون في جاذبيه صناعيه وفي نفس الوقت يكون في جيم عشان خاطر يستخدموا عضلاتهم باستمرار وما تقابلهمش المشكله ديت لما يرجعوا الارض. وعلى النقيض عضلاتك لو انت اهتميت بيها واستمريت في التمرين والاكل الصحي ممكن تتحول قوه ضربه ايدك لرقم كبير جدا. ولينا في مايك تايسون المثل والقدوه في النقطه اللي كان بيعملها ديت، لدرجه ان العلماء بيقولوا ان قوه ضربه ايده ما تعادل 450 كيلو، يعني تقريبا قرب على نص طن، لان هو كان بيتمرن كتير جدا وده خلاه يكسب 88% من ماتشاته بالضربه القاضيه. انت متخيل الرقم؟ كل ده عشان نهتم بالاكل والتمرين الصحيح. وهنا بقى نيجي لاجابه السؤال اللي سالناه من شويه، هو انا عشان احافظ على جسمي اريحه ولا استخدمه واحركه كتير؟ عشان تحافظ على جسمك لازم طبعا تاكل اكل صحي ولازم تتمرن وتحافظ على الحركه والرياضه عشان تحافظ على الكتله العضليه، وفي نفس الوقت لازم تحافظ على معدل من المشي والرياضه كل يوم عشان تحافظ على العضلات وتحافظ كمان على قوه العظم بتاعك. وده عكس الناس كتيره فاكراه ان انا لازم اريح جسمي عشان خاطر احافظ عليه. مشكلتنا الحقيقيه ان احنا حركتنا بقت قليله جدا واقل من الطبيعي، ومع اننا مش دوله متطوره تكنولوجيا ولكن برضو اغلبنا بيعاني من قله الحركه. عايز تتاكد
تتأكد من ده لو انت لبست اي سمارت باند اللي هي بتعد عدد الخطوات بتاعتك في اليوم، اللي يعني بيتحرك منكم كتير، هتلاقي عدد خطواتك ما تزيدش عن 5000 خطوة. ولو جيت حسبتها حتى من غير سمارت باند، انت مسافاتك كلها عبارة عن ايه؟ يا دوبك بتنزل تتمشى لحد المواصلات، تركب المواصلة عربيتك او السكوتر او اي وسيلة من وسائل المواصلات، تنزل قريب من الشغل بتاعك او الجامعة، وخلاص على كده. عد بقى انت خطواتك وانت هتعرف انت بتمشي قد ايه. للاسف اغلبنا بيكسل يمشي وبيستسهل انه يركب اي وسيله من وسائل المواصلات، سواء اذا كانت الخاصه بتاعته او سواء اذا كانت اي من المواصلات العامه اللي موجوده. واصبح كونسبت دوت منتشر، مش بس مقتصر على كبار السن اللي ليهم عذرهم طبعا، ولكن الشباب بيركبوا مواصلات وبيستسهلوا ان هم يروحوا اقرب مسافات ليهم باستخدام المواصلات. اخيرا حافظ على معدل حركه كل يوم ما تقلش عن 10000 خطوه، ويا ريت تلعب في الاسبوع 3 مرات على الاقل ساعه في المره رياضه عشان تساعد على تقويه عضلاتك، وكمان تحافظ على ان العظم بتاعك يكون قوي ومتين. صحيح الموضوع متعب وفعلا مجهد، بس هتلاقي نتيجه كويسه جدا لو حافظت على الرياضه والحركه. خليني هنا افكركم باحد المشاهير اللي كان قال جمله جميله جدا في احد الحوارات اللي معموله معاه. بيسالوه انت صحيح بتروح الجيم كل يوم؟ قال لهم مش احسن ما اروح للدكاتره اصرف فلوسي على العلاج؟ ولو انت كملت الحلقه للاخر فده معناه انك مهتم بصحتك وعايز تعرف اكتر عنها. فما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه ولايك وشير للحلقه. السلام عليكم ورحمه الله.